سوينا جلسة مع التساقط. مرحبا دكتورة، أهلا شلونك؟ هلا حياتي. دكتورة شنو هاي الجلسة؟ ويعني باعي للأمانة هواية نسمع بجلسات وميزات صحيح. نريد نعرف الصدق من الكذب، ياهو اللي نجيب نتيجة، وشنو البروتوكول لازم تسوي البنية. صح. بالنسبة لتساقط الشعر اكو هواي الأسباب. بالبداية لازم نسوي تحاليل على مود نعرف إذا اكو سبب للتساقط نعالجه. بالإضافة نسوي جلسات حقن بلازما. هي مساندة يمكن يعني. بالضبط، تقوي بصيلة الشعر فتقلل من التساقط فتحافظ لنا على الشعر. اوكي، يعني هذا لازم كم مرة واحد يسوي؟ مبدئيا تقريبا كل شهر جلسة لمدة 3 أشهر، بعدين نسوي مينتنس كل 6 أشهر جلسة. اوكي بنات حبيباتي، موجودة جلسة أنا يعني دا أسمع عنها، يحجون بها البنات برا، دا يقولون جلسة تفيد التساقط. يعني اكو فرق ما يعادل 8 أضعاف، صح دكتورة؟ صحيح. 8 أضعاف. تمام. فقلت خلي أجي بما لا أجي أسوي أظافري، خلي أجي أحقن وأشوف النتيجة إن شاء الله يا رب خير. صحة وعافية حبيبتي الله يخليك. طبعا احنا ماخذين نظرة انه اللاين الطبي او الدكتورات ما يغشون ما يكذبون. لحظة دكتورة طبعا شنو؟ قالت لي هن اوبرتين، اوكي؟ فاني شفتها خلصت الاوبرتين، قلت لها يلا اقوم، شلون تقولي لا اني كذبت عليك؟ للامانة مو كلش مؤلمة، يعني الم ينحمل. المادة كلش هواية، يعني 3 إبر من هاي مو شو يسموها الصغيرة؟ لا، السرنجة العادية. السرنجة العادية تقريبا 3 إبر، مليان بالبايوتين، مليان بالفيتامينز، كلش راح يفيد شعرك. الله يعافيك، اشكرك. انا اي شيء يخص الشعر اركض اجرب، يعني اذا يعني واحد ايش خسران، بس اني مو احد قنعني. انا قاعدة بالريسبشن فبنية دا تحكي، فاني قلت يعني من احد يحكي تجاربه، مو مثل ما انتي تسمعين عن شيء يعني. فتشجعت وضربتها، وهسه راح اروح اسوي اظافري وبعد وبس.